أسوأ شيء في الدنيا إن أنت يعني تجيب حاجة أو تطلب أكلة يمكن أنت ما تعرفهاش بس اسمها عجبك في المنيو. إن أنت تشتري تيشيرت مكتوب عليه كلام بس أنت مش عارف معناه، فيعني تشتريه، فتتفاجأ طبعا إن الأكلة طعمها وحش، وإن التيشيرت كمان مكتوب عليه كلام أوحش. والطبيعي في الدنيا إن الإنسان عدو ما يجهل. يعني أنت الحاجة اللي بتجهلها طبيعي إنك تبقى معادي ليها لحد ما تعرفها. لكن عندنا ناس كتير جدا مش عدوة ما تجهل، بتحب ما تجهل. عندنا أستاذ أهو لابس تيشيرت مكتوب عليه، طبعا دي مش كلمة قطة، أمال دي كلمة إيه؟ مش عارف والله المعايير هتبقى هتعدي الكلمة دي ولا لأ، ولكنها كلمة مكتوب عليها كلمة معناها باللغة العربية العضو الأنثوي. طبعا هي باللغة الإنجليزية العامية بتاعت الإنجليزي، كان الكلمة بتاعت الشارع عندهم. التيشيرت اللي بعده love me hate me، والعياذ بالله مش هينفع اقولها على نفسي حتى. فحضرتك ايه ده؟ انت سألت عن الكلام ده طيب قبل ما تشتري؟ ولكن ماشي. طبعا عارفين الكلمة الاخرانية يعني تبا لك، لا تبا لي بقى، والعياذ طبعا ترجمتها كده في اللغة العربية، مش في اللغة العربية، في قاموس أنيس عبيد نفسه بس، لكن في اللغة العربية مش ترجمتها كده. الأستاذ جايب سويت شيرت ولا تيشيرت، لا تيشيرت عادي مكتوب عليه كيس ماي، والعياذ بالله. يعني قبل مؤخرته هو، طبعا ما بقولش ده، يعني مش هينفع اترجمها ترجمه حرفيه لانها الكلام هيبقى عليا انا. الصوره اللي بعدها دورات مياه رجال، ترجمه بقى الاخ المحترف يعني اعلى من انيس عبيد. ووتر كورسز فور مين، دورات دي واعتبرها دورات زي دورات تدريبيه كده، زي دورات تعليميه، مش باص روم حضرتك، دوره مياه عادي جدا، او ريست روم بيسموها كده ساعات. يا سيدي دبليو سي، خليك في التقليدي دبليو سي، وحط صورة راجل جنبها اللي انت حاطه ده. انما ووتر كورسز فور مين، ده كده جابها من جوجل اكيد، او من ال جي بي تي، او من الشات جي بي تي. وعلى ذكر دورات المياه، بص دورة مياه حريمي، واتنين ولاد قاعدين اصلا بيغسلوا وشهم فيها. بمناسبة اقتراب رمضان بقى وكل سنة وانتم طيبين، فعندنا ناس بتحط زينة، وفي ممكن واحد يروح حاطط حاجة زي كده. هي دي مش من عندنا، لكن من أحدى شوارع مصر، لكن أكاد أجزم إن الشكل ده موجود في كل الشوارع، مع اختلاف طبعا يعني الحاجة اللي هتفزعك لو أنت راجع بالليل متأخر وما حضرتش إن الناس دي بتبدأ تحط زينة، واتفاجئت بده وأنت راجع مثلا بالليل الساعة 2 صباحا أو 3 بعد منتصف الليل، واتفاجئت بالبتاعة دي كده فوق، وماشي في شارع لوحدك وخلاص كده.